أول ظهور لإيمي سمير غانم بعد ولادة بنتها فادية، وجمالها خطف الأنظار في فرح حفيد الزعيم. الأنظار كلها كانت رايحة ناحيتها واسمها اتصدر الترند. إيمي سمير غانم ظهرت لأول مرة بعد ولادة بنتها فادية في فرح حفيد الزعيم عادل إمام، وقد إيه كانت طلتها مبهجة وبسيطة وجميلة كعادتها. وبعد ما الناس كلها كانت بتسأل عنها وعايزة تطمن عليها، ظهرت إيمي وهي بتضحك وترقص وبتتميل بخفة دمها المعتادة، وده كان دليل إن البنت دي لسه زي ما هي بسيطة وعفوية، والضحك عمرها ما فرقتها. وبعد رقصتها اللطيفة، حسن الرداد ظهر وهو بيشاركها الفرح وبيضحك من قلبه في كل لحظة، وخلى الناس تقول أهو ده الحب الحقيقي اللي لسه موجود. وعن تفاصيل فرح حفيد الزعيم واللي كان من أقوى وأهم حفلات الزفاف في الوسط الفني، بنشوف محمد إمام بيرقص مع بناته، وبنشوف رامي إمام بيقلد والده من 27 سنة وبيقول هجوز ابني. أنا عايز أقول حاجة في وجودكم. من حوالي حاجة و20 سنة كنت أنا بتجوز. هجوز ابني وهجوز ابني. وجه أبويا ربنا يديله الصحة أما غني إيه؟ هجوز ابني هجوز ابني بجوز ابني بجوز ابني. الفيديو يا جماعة، طب هتنزل معايا بالبيس؟ يلا. هجوز ابني هجوز ابني هجوز ابني هجوز ولمت كل نجوم العيلة وظهور نادل للزعيم عادل إمام في صورة تاريخية مع أولاده وأحفاده ومراته هالة الشلقاني. الفرح كان أسطوري بمعنى الكلمة، بس اللحظة اللي خلت الكل يبتسم كان ظهور فنانين غايبين بقالهم فترة زي إيمي، اللي أثبتت إن غيابها مغيرش جمالها ولا حب الناس ليها.